طيب اللهم مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إحياء يوم الأمم المتحدة في أسمرة. تطور خدمات مياه الشرب الصالحة في البلاد. ورشة عمل للأمن الغذائي في أسمرة. أمريكا تدعو لمواجهة تهديدات الصين في ختام اجتماع للناتو. ميركل تبدي قلقها على مستقبل الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل. وباعي فيينا يجددون دعواتهم إلى عودة طهران سريعا إلى المحادثات. أهلا بكم من التفاصيل. تم إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة 76 في حفل أقيم في العاصمة أسمرة بحضور كبار المسؤولين والشركاء الدوليين والدبلوماسيين المعتمدين في إريتريا تحت شعار نهضة أفضل في عالم عادل ودائم. وأوضحت منسقة منظمات الأمم المتحدة في إريتريا الآنسة أماكوبي ساندي في الكلمة التي ألقتها في الحفل المنظم يوم أمس 22 من أكتوبر أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وأهمية ودور مساهمة جميع الدول الأعضاء لتحقيقها. وأشادت بتعهد إريتريا لحماية التنوع، مشيرة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو لتضامن الشعوب. وقالت أن رغبة إريتريا لمكانة رائدة في مختلف مكاتب الأمم المتحدة ومشاركتها النشطة في عمليات المنظمة خير شاهد لتكون لها المكان الفاعل كعضو في الأمم المتحدة. وأوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح أن النظام العالمي غير المتوازن وغير العادل بسبب الأنجدات والمصالح الجيوسياسية وكذلك الخطوات الفردية الإجبارية للدول الغربية أضعفت أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وحماية السلم والأمن، وتم خيانة المساواة السيادية وانتهاك حق العيش دون خوف ورفض النهج السياسي المستقل وخيار التنمية ودخول التعاون الدولي في مزاودة نتيجة المصلحة الجشعة والشروط المسبقة. وقد أثر ذلك سلبا على كفاءة الأمم المتحدة ويتطلب اتخاذ خطوات عاجلة مشتركة ومنسقة لإصلاح هذا الوضع. وقدمت في المناسبة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويحتفى ب24 من أكتوبر كل عام بيوم الأمم المتحدة لبدء نفاذ ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. أفادت وزارة الأراضي والمياه والبيئة بأن خدمات مياه الشرب الصالحة وصلت لنسبة أكثر من 80% في البلاد. وأوضح المدير العام لقسم الموارد المائية في الوزارة السيد مسغانا غبرسلاسي إرساء مشاريع المياه في 1718 بلدة وقرية بتكلفة بلغت أكثر من 5 مليارات نقفة ليحصل أكثر من 1,700,000 مواطن على مياه الشرب الصالحة نتيجة الجهود الجادة التي ظلت جارية منذ قضاء الاستقلال. وذكر بأن هذه المشاريع تعمل 285 منها بمحركات الضخ و479 بالطاقة الشمسية و151 بالتيار الكهربائي و932 بالدفع اليدوي، وتدار 791 من مشاريع المياه بلجان القرى. وأشار إلى تدريب العاملين في هذه المشاريع للعناية بها وصيانتها وإدارتها جيد لدوام الخدمة. وقال السيد مسغانا أن مشاريع المياه لها أهمية كبرى للمجتمع وتسهم في تسهيل حياة المرأة بصفة خاصة. عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل في أسمرة عن الأمن الغذائي من 20 إلى 22 من أكتوبر في فندق باسرة بأسمرة. بحثت الورشة التي شاركت فيها المؤسسات العامة والخاصة والمهنيين الناشطين في المجال من الكليات
بحثت بتعمق القوانين الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي. وتناولت الورشة أيضا إمكانية تجمع وتنسيق مؤسسات الأبحاث الزراعية التي تعمل متفرقة، ووجود قوانين مشتركة للقطاعين العام والخاص على مستوى البلاد، ورفع معرفة الشعب بتحقيق الأمن الغذائي. وأشار المشاركون إلى أهمية وآنية ورشة العمل، مناشدين لعمل المؤسسات العامة والخاصة بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال وزير الزراعة السيد الرفاعي نبره في ختام الورشة أن الورشة لها دور كبير لتبادل التجارب وتقديم آراء بناءة، موضحا بأن وزارة الزراعة باعتبارها جزءا من جهد تحقيق الأمن الغذائي حققت نتائج مرضية بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية لإنتاج خال من السماد الكيميائي. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت 23 في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد بكوفيد 19 في أسمرة. في غضون ذلك شفي 4 مرضى من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 6789، شفي منهم 6707، ووفاة 45 مريضا، فيما لا يزال 37 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من أكتوبر 2021. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. اختتم وزراء الدفاع في حلف الشمال الأطلسي الناتو اجتماعا عقد على مدى يومين بحثوا فيه التحديات العسكرية التي تمثلها روسيا والصين وكذلك الوضع في أفغانستان. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ختام الاجتماع الذي عقد في مقر الحلف ببروكسل أن من الضروري مجابهة التهديدات القادمة من الصين، وأضاف أن بلاده طالبت بالعمل المشترك للحد من تلك التهديدات. ووافق وزراء دفاع الناتو خلال اجتماعهم على خطة دفاع رئيسية جديدة لمواجهة أي هجوم روسي محتمل على جبهات متعددة، وهو ما يعد إعادة لتأكيد على الهدف الأساسي للحلف في ردع موسكو بالرغم من تنامي اهتمامه بالصين. وقبل أيام قطعت روسيا علاقاتها مع الناتو بإغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الحلف ومقر بعثته في موسكو بعدما طرد 8 روس متهمين بالتجسس. من ناحية أخرى، شهد اجتماع الناتو نقاشا بشأن الخطط الدفاعية للاتحاد الأوروبي في ظل القمود بشأن مساعيه الأخيرة لتطوير الأسلحة والقوات، وما إذا كان هذا يجعله في منافسة مع الحلف. عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية عن قلقها على مستقبل الاتحاد الأوروبي الذي يواجه مشكلات كبرى ذاكرة منها دولة القانون والهجرة والاقتصاد. وقالت ميركل خلال آخر قمة أوروبية تشارك فيها في بروكسل: أترك الآن هذا الاتحاد في وضع يدعو إلى القلق. وأخيرا أبدت المستشارة قلقها على قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية ولا سيما في مجال التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لن يمول أسلاكا شائكة وجدرانا على حدوده لمنع دخول المهاجرين وفق ما تطالب به 12 دولة بينها ليتوانيا والنمسا. اتفقت الولايات المتحدة و3 قوى أوروبية خلال مشاورات في باريس على ضرورة عودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية وسط قلق متزايد من التأخير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن المبعوث الأمريكي بشأن إيران روب مالي تحدث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول كيفية استمرار الدبلوماسية في توفير المسار الأكثر فعالية بشأن إيران. وتوصلت إيران و6 قوى كبرى هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي أتاح رفع كثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم لاقية منذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا منه في عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. قالت السلطات الأمريكية أن الممثل أليك بالدوين أطلق النار من مسدس يفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير في نيو مكسيكو، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا. وذكر مكتب قائد شرطة مدينة سانتا في أن الواقع عودت بحياة هالينا هاتشينز مديرة التصوير في فيلم راست، وتسببت في إصابة المخرج جويل سوزا في موقع بونانزا كريك للتصوير إلى الجنوب من المدينة. ونقلت طائرة هليكوبتر مديرة التصوير لمستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أعلنت وفاتها، في حين نقلت سيارة إسعاف المخرج إلى مركز سان فينسين الطبي الإقليمي للعلاج من إصاباته. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. إحياء يوم الأمم المتحدة في البلاد. تطور خدمات مياه الشرب الصالحة في البلاد. ورشة عمل للأمن الغذائي في أسمرة. أمريكا تدعو لمواجهة تهديدات الصين في ختام اجتماع للناتو. ميركل تبدي قلقها على مستقبل الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل. رباعي فيينا يجددون دعواتهم إلى عودة طهران سريعا للمحادثات. في أمان الله وحفظه.